لما ربنا خلق سيدنا آدم أمر كل المخلوقات إن هي تسجد له، وفعلا كل المخلوقات سجدت له ما عدا واحد بس واللي هو إبليس. فربنا سبحانه وتعالى سأله وقال له: أنت ما نفذتش أمري ليه؟ قال له: أنت خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أحسن منه، عاوزني أسجد له؟ استكبر إبليس وعصى ربنا، فربنا قال له: فاخرج منها فإنك رجيم، وطرد إبليس من الجنة ووعده بعذاب أليم يوم الحساب. إبليس بقى وهو خارج قال لربنا كلمة خطيرة جدا، الكلمة دي لو عرفتها وفكرت فيها هتلاقيها إن هي بتحصل دلوقتي. إبليس وعد ربنا إنه طول ما إحنا عايشين هيفضل يوسوس لنا لحد يوم القيامة، والكلمة الخطيرة اللي قالها: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال له: يا رب أنت مهما اديتهم من النعم مش هيشكروك، فهتفضل ترزقهم وتغفر لهم وبرضه مش هيشكروك. من الناحية التانية لما تيجي تبص تلاقي ربنا قال في القرآن: قليلا من عبادي الشكور. الفكرة إننا مليانين نعم بس مش حاسين بيها، لأننا اعتدنا وجودها خلاص، اتعودنا عليها في حياتنا وبقينا فاكرين إن هو طبيعي إن الواحد يكون عنده كذا وكذا. وطبعا نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، لكن الواحد مش بيحس بالنعم غير لما تتشال من إيده. فلازم نشكر ربنا علشان ربنا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. بس كده، اكتب الحمد لله في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناة.